خير ياما؟ إيمان، خير يا بنتي. إيه اللي جابك السعادة؟ أدخل الأول ياما وبعدين أحكي لك. لا مؤاخذة يا حبيبتي، ادخلي، الدار دارك. في إيه يا حبيبتي؟ في إيه؟ وفين جوزك؟ ما جاش معاكي ليه؟ عبد القادر راح المصنع، عنده نبطشية ليل. أمال بتعيطي ليه؟ حماتي مش عايزة تسيبني في حالي. هي الولية دي مش عايزة تتهد؟ مجرد ابنها ما خرج هاتي تنبيط وكلام كله تجريح. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي مش عايزة تفهم إن الخلفة دي رزق من ربنا يديه لمن يشاء وقت ما يشاء. يا ما قلت لها وابنها نفسه قال لها ومش عايزة تقتنع. طيب يا حبيبتي اهدي كده وأنا هحضر لك العشاء وتدخلي تستريحي، والصباح رباح. والله يا حماتي انا احترت مع عمي دي، ياما قلت لها كل شيء باوان ياما، مش عايزه تقتنع، وياما فهمتها اني بحب ايمان ولا يمكن اسيبها او اتجوز عليها عشان الخلفه، مش عايزه تفهم. يا سلام، تتجوز عليا؟ هي اللي بتقول مش انا. بحسب. والله يا ولاد أنا عذراها برضو، أمه عاوزة تشيل حفيدها. ما تنساش يا عبد القادر يا ابني إنها بتعزك معزة خاصة، ونفسها تشوف ولادك زي ما شافت ولاد اخواتك. مش ناسي يا حماتي، لكن اعمل ايه؟ يا ريت في ايدي حاجه. لا في ايدك يا اخوي. ايه هو؟ انا سمعت ان في دكتوره شاطره قوي في المركز اسمها فايزه العبادي. انا هاخد مراتك واروح لها باذن الله بكره، جايز ربنا يجعل الفرج على ايديها. ياما ابوس ايديك، ياما ابوس ايديكي، بلاها الاسطوانه المشروخه دي. الحق عليا اني خايفه عليك يا عبد القادر، مش عاوزه نسلك يتقطع من الدنيا. ياما اطمني، باذن الله هنملى لك الدار عيال، بس اصبري. ماني صابره بقالي سنين اهو، بدل ما اشيل عيالك واربيهم عمال اربي طيور بتحش فيها مراتك، ويا ريت بفايده. ياما وطي صوتك، بلاش كده. تصدقي وتامني بالله ايمان دي ما هتلاقي ضفرها كده. طيب يا اخوي اشبع بيه، يلا يلا قوم ادخل لها وسمعها كلامك الحلو وسيبناني للهم والنكد. معاش ولا كان اللي يجيب لك الهم والنكد يا غاليه، ده انت بركتنا يا ده احنا عايشين بحسك والله. مش عايزه حاجه؟ تصبحي على خير يا غاليه. حاسب يا اسطى عبد القادر، حاسب. في ايه يا عطو؟ في ايه يا راجل؟ ده انت في ملكوت تاني. بص هناك الخامات خلصت وساب المكنه دايره، ولولا ستر ربنا وخدت بالي كان زمانك حرقت مكنه تشتغل الباقي من عمرك عشان تسدد تمنها. يا خبر، الحمد لله، متشكر قوي يا اسطى. احنا اخوات يا عبد القادر، مفيش بينا شكر ولا دياولو. الله، مالك يا صاحبي؟ فيك ايه؟ هبقى احكي لك في راحه الغدا. ماشي، روح بقى فضل الخامات في الخط ودور المكنه قبل الباش مهندس مصطفى ما ياخد باله. اطمني يا مدام ايمان، الكشف الظاهري بيقول ان ما عندكيش اي موانع للحمل. بجد يا دكتوره فايزه؟ امال ايه السبب؟ السبب هنعرفه لما بنتك تعمل التحاليل والاشاعات دي واشوفها بعد اسبوع. واديني عايش بين نارين، نار زن امي ونار حب لمراتي، مش عارف اعمل ايه. انا هقول لك تعمل ايه عشان تخرج من بين النارين دول وانت صاغ سليم. ازاي يا عطو يا صاحبي؟ انت عندك نبطشية ليل امتى؟ يوم السبت الجاي. حلو، وانا كمان السبت الجاي هجيب لك معايا هديه هتحل لك كل مشاكلك وهتشكرني عليها. هديه ايه دي؟ بعدين يلا بينا بقى على جوه، ساعه الغدا خلصت. يا ابني وفر فلوسك، هتدفع دم قلبك من غير فايده.
دي عاملة زي الشجرة اللي جدرها ساوس ولا يمكن يطلع لها فروع. ايه الكلام ده بس يا أما، حرام عليكي. اسمع كلامي، بدل التحاليل والأشعات اللي عاوزة تعملها دي روحها لأمها، والأسبوع الجاي أجوزك ستها اللي هتملى الدار عيال بإذن الله، أسماء بنت خالتك. لا يا أما، أنا بحب إيمان ولا يمكن أتجوز عليه. أنت حر يا فالح، قلبي يحبها. حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ عيال خايبة. قادر، تعالى يا عبد قادر. على فين؟ بره المصنع. والمكن الداير ده عطل. ما تخافش، الخطوط مليانه خامات ومش هنهوى. مساء الفل. فل ايه؟ ما انت عارف اني ما بدخنش. حل مشكلتك في السيجاره دي. اشمعنى يا عم؟ دي سيجاره مقمره فيها الشفا وحياتك. ايه يا عطوة الكلام ده؟ عمر المخدرات ما كانت حل للمشاكل. ده قصر ديل من اللي ما دقوش ولا عرفوش. امسك يا عبد قادر، امسك امال وشد، والحبايه دي تبلعها بعد اخر نفس، ولما تروح هتشوف وتدعيلي. يا اسطى عطوة، يا اسطى انت اسمع الكلام وجرب. انت هتخسر حاجه؟ انت مش نفسك في الخلفه؟ خلاص هتخلف. يلا يا عم شد. اخرسي اخرسي بقول لك يا ايمان. اخرسي. ايه ده؟ انت بتضربني يا عبد القادر؟ دي اول مره تمد ايدك عليا، انا عملت لك ايه؟ من غير ما تعملي حاجه، انا حر. ضاقت في دماغي اضربك فضربت. ايه ليكي شوفه حاجه؟ لا يا اخويا، لا يا اخويا، ربنا يهديك. يا وليه يا وليه، انت شايفاني مجنون؟ ما تلمي نفسي. حاضر يا اخويا، حلمي نفسي اهو هسكت اهو. ايوه كده، ايوه كده. عالم تخاف ما تختشيش. ماشي كده، وعينه مني وعامل المتصل. صباح الخير يا أم. صباح النور يا حبيب أمك. أهو كده، سبع ابن سبع. عجبتك يا أمه؟ طبعا، أنت دلوقتي سيد الرجالة. أنا زي الفل يا أمه، هي اللي مش زي الفل. العيب مش فيا يا أمه. طبعا يا ابني. يا لهوي يا لهوي، عبد القادر مالك يا ابني؟ مالك انت يا مخفيه يا اللي جوه؟ بنت يا ايمان. ايوه يا حماتي، يا لهوي، مالك يا عبد القادر؟ مفيش، أنا كويس. كويس ايه؟ اندهي على الواد مجاور ينقله على المستوصف. حاضر يا مجاور يا مجاور. الحمد لله، ابنك بقى احسن دلوقتي، بس سيبوه شويه يستريح. سلامتك يا دناري. ابنك بخير يا ستي، ما تقلقيش. لما يصحى هيبقى حال العال، والحمد لله غسيل المعده هيريحه على الاخر. متشكرين يا مجاور، تعبناه. ما تقوليش كده، عبد القادر ده اخويا، يا ريت بس لما يصحى تشيعوني عشان عاوزه كده في كلمتين. اطمن، كلها يومين 3 وهيطلب بنفسه ويدفع السعر مضاعف كمان. برافو عليك يا عاطف، ربنا يزيد ويبارك. انا في الخير بقى يا معلم، المهم بقى تزود نسبتي. ماشي، وانت المهم تزود توليد الزباين. حاضر يا معلم. نملة اللي قول لي صحيح يا معلم، هم سموك نملة ليه؟ ده انت بترفع الناس لفوق وبتخليهم اخر صهلانة في السماء. معقولة نملة تعمل كل ده؟ انا هقول لك كل حاجه. انا في الاول كان اسمي صقر، وبعد المباحث ما هرشتني وكسروا جناحي استخبيت، فاهم؟ وغيرت اسمي فبقيت نملة. وعن طريق الصقور اللي امثالك واللي زيك